اكتر حاجتين بحبهم وبقيت مشهوره بيهم قوي البنجر والسلطه، علشان كده في الفيديو ده هقول لكم كل السلطات اللي دخلت فيها البنجر وكل الطرق اللي ممكن نعمل بيها السلطه، زي مثلا ان البنجر يدخل في دريسنج او نطبخ بيه مكون من مكونات السلطه زي الفلافل. والبنجر نفسه يا اما بجهزه في البيت او بجيبه جاهز من جرين هاوس، ومعتمده اساسا على البنجر الاحمر في السلطات والوصفات بتاعتي كلها، بس مفيش مانع ان احنا نجرب حاجه جديده زي البنجر الذهبي والبنجر المخطط. وعملتهم بالطريقه السهله والاساسيه للبنجر بان انا شويتهم في الفرن او في الاير فراير وقطعتهم مع ورق اخضر وزيت زيتون وجبنه فته، ودي الطريقه السهله اللي ممكن تعملوا بيها اي سلطه بنجر. تاني اسهل طريقه تعملوا بيها البنجر انكم تشووه وتقطعوه وتضيفوه مع اي سلطه بتحبوها مع دريسنج خفيف، ولو عايزين لون احلى ممكن تضيفوه في الدريسنج بتاع السلطه مع زبادي وزيت زيتون ورشه ملح زي ما عملت هنا في سلطه الخوخ، وده بيبقى حلو لما البنجر ما ينفعش يتحط في مكونات السلطه الاساسيه بس ممكن يتحط في دريسنج. اما بقى في السلطه دي استخدمت بنجر جاهز من جرين هاوس مع برتقان احمر وفراوله بيضه ودريسنج خفيف من جرين هاوس عشان يكمل المكونات. في سلطه سيزر بقى كنت عايزه اضيف بنجر بس ما ينفعش اضيفها المكونات فضفتها في الدريسنج، وكنت جايباه جاهز من جرين هاوس عشان مكوناته كلها طبيعيه وطلع باللون الحلو قوي ده، وكان من احلى السلطات اللي اكلتها في حياتي. الدريسنج مكوناته كانت مظبوطه قوي، ولما ضفت له بنجر ما اثرش على الطعم خالص، بالعكس خلى طعمه احلى. وتخيلوا لما يطلع عندكم اللون ده من غير اي مواد حافظه او الوان صناعيه. ومش بس السلطه شكلها حلو قوي، لا كمان طعمها حلو، ومن كتر حلاوه السلطه دي قررت ان لما افتح مطعم هتكون اول واحده في المنيو. ولاني بحب اعمل سلطات كتير قوي للكبار وكمان وصفات للاطفال، عملت وصفه حلوه قوي للاطفال مع جرين هاوس، سلطه مكرونه بالبنجر وعليها خضار كتير قوي مستخبي، ودي لذيذه قوي للاطفال اللي ما بيحبوش قوام البنجر نفسه. ودي سلطه كلاسيك جدا، بنجر ورمان وجبنه وجرجير، سهله وخفيفه للناس اللي مش بيحبوا الاختراعات. اما بقى في السلطه دي جمعت بين اكتر حاجتين بحبهم في المطبخ اللبناني وهي الفتوش والحمص. حطيت كل مكونات الفتوش في السلطه وضفت عليهم حمص ملون، ومنهم برضو حمص البنجر واللي استخدمته في سلطه تانية سلطه الجرجير والتوت، والبنجر موجود متقطع وكمان في الحمص. مش متخيلين السلطه دي حلوه ازاي لنضاره البشره ومقاومه الالتهابات لانها مليانه مضادات اكسده. والسلطه اللي جايه دي احلى سلطه بنجر جاهزه اكلتها في حياتي، لان المكرونه معموله بصوص البنجر وعليها قطع بنجر متقطعه وفرنش دريسنج خفيف خلى طعم المكرونه والسلطه كلها حلو. في السلطه دي كنت عايزه حاجه دافيه شويه زي البطاطا، وحطيت معاها بنجر ورمان وخس وبصل احمر، وحسيتها بتشبع قوي لانها تعتبر وجبه كامله. وسبت لكم احلى سلطه للاخر وهي سلطه الطعميه بالبنجر. عملت الطعميه بالطريقه التقليديه جدا بس ضفت عليها البنجر مهروس وحطيتها مع جرجير وخس وطماطم وصوص طحينه من فوق. اكتبوا لي ايه اكتر سلطه عجبتكم واستنوا الفيديوهات الجايه عشان تشوفوا وصفات تانية بالبنجر غير السلطات، وبالهنا والشفا.